بيجي عليك أوقات معينة في السنة بتصدع جامد ورحت تكشف عند الدكتور وقال لك إن دي الجيوب الأنفية وكتب لك علاج. النهاردة مع بعض هنعرف يعني إيه الجيوب الأنفية، وهنعرف إيه أسبابها وإيه أعراضها وإزاي تتجنب الإصابة بيها. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد مع أحمد أبو زيد. في البداية تعالوا نعرف يعني إيه جيوب أنفية ونعرف شكلها بيكون عامل إزاي. الجيوب الأنفية عبارة عن تجاويف مليانة هواء، وبتكون موجودة حول تجويف الأنف، وبتكون مزدوجة. يعني إيه الكلام ده يا أبو حميد؟ الجيوب الأنفية عبارة عن 4 أزواج، كل زوج بيكون قصاد بعضه زي ما أنت شايف في الصورة كده. يعني الجيب الأنفي الواحد بيكون قصاده على الجانب الآخر من الوجه جيب أنفي تاني. وكلنا عارفين إن ربنا ما خلقش حاجة في جسم الإنسان إلا وليها دور. ووظائف الجيوب الأنفية إن لها دور في ترطيب الهواء اللي بنستنشقه، بتخفف من وزن الجمجمة، لها تأثير على أصواتنا، وكمان ليها دور في المناعة. أسباب التهاب الجيوب الأنفية. طيب يا أبو حميد، إيه اللي يخلي شخص يصاب بالتهاب الجيوب الأنفية؟ الجيوب الأنفية بتفرز سائل مخاطي، والجيوب الأنفية فيها فتحات متصلة بالتجويف الأنفي علشان السائل ده يتجدد باستمرار. طيب لو الفتحات دي اتسدت أو المخاط معرفش يخرج من الجيوب الأنفية لأي سبب من الأسباب، إيه اللي ممكن يحصل؟ تراكم المخاط في الجيوب الأنفية بيعتبر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، وده بيخليه يتحول من مجرد مخاط نقي إلى صديد، ويتحول لالتهاب حاد، واللي لو ما اتعالجش بيتحول لالتهاب مزمن. وخلي بالك ده موضوع مش بسيط وما ينفعش انك تهمله. اعراض الجيوب الانفيه. الصداع، وده اهم عرض بيظهر على مريض الجيوب الانفيه. احتقان وسيلان الانف، الم الحلق، السعال، رشح بلغم اصفر او اخضر، رائحه كريهه في الفم، فقدان حاسه الشم بشكل مؤقت، ارتفاع درجه الحراره، التعب والم في الاسنان. والاعراض دي بتزيد عند الانحناء للامام، ومش لازم يكون عندك كل الأعراض دي مع بعض. إزاي تتجنب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية؟ تغسل وتنظف إيدك بشكل كويس، تتجنب التدخين، تحافظ على تهوية البيت بشكل مستمر، تاكل أكل صحي، تبعد عن مسببات الحساسية زي الغبار وأبخرة المواد الكيميائية وإلى آخره. تجنب قدر المستطاع الأشخاص المصابة بنزلات البرد وعدوى في الجهاز التنفسي. التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة عند أغلب الناس، واللي لازم نهتم بيها ونحاول نتجنب مسبباتها قدر الإمكان. وإن حصل وأصبت بالتهاب الجيوب الأنفية، لازم تروح لدكتور أو مستشفى يكشفوا عليك ويكتبوا لك علاج علشان ما يتحولش لالتهاب مزمن. وبس كده، سلام.